الراديو الليلي اللي كنعرفوه وتشوفوه واللي خدم في اذاعه التلفازه، واللي كان عنصري وكيخدم الاجنده ديال البوليزاريو، واللي سبقت عليه فاطمه البارودي، واليوم رجع كيستعمل منصات التواصل الاجتماعي. الخائن الراديو الليلي ولد قلميم وادنون، والقبيله توبال تما مغربيه وبا مغربي وخوه مغاربه، ولا علاقه ليهم معاه يعني في الحوار على ما كيقولوا. الراديو الليلي اليوم رجع كيبتز المغاربه والدوله، ورجع كيبتز الملك. المملكه المغربيه حيداتو من الرقبه ديالها، حيت واحد الانسان كيخدم اجنده البوليزاريو والجزائر والعالم يعرف ويشوف بعينيه، وعنصري واناني وانا هو والو، مبني على الخاوي. هاد الانسانه فاطمه البارودي اللي كتمثل المغاربه كاملين وكدير المهام ديال الخدمه ديالها، طرداتو حيت عرفاتو جاسوس للمغرب. واي معطيه واي جريده واي وفد، اي ما يروج في المغرب اذاعه التلفازه كيروجها للبوليزاريو. على المعلومات اللي عندنا حنايا، الراديو الليلي اصبح اليوم منبوذ من طرف المغاربه ومن طرف فرنسا وطرف العالم اللي عرفوه عامل وكيسرب المعلومات للبوليزاريو، وعنصري واناني وكيبغي يرد راسو هو المدير ديال الاداره. ولكن الشكر كامل كيرجع لفاطمه البارودي اللي طرداتو واللي دارت المهام الخدمه ديالها. واصبح اليوم الراديو الليلي الصحفي المدلول، الصحفي السلوقي ديال الكبرانات، يخاطب ويهاجم ويبتز المغرب والمملكه المغربيه والشعب المغربي، وكيخدم الاجنده ديال الجزائر بيسي وطابليت وبيت في سطح كيركلم. ويخاطب اين الصحراء المغربيه قبل 75. من بعد راه حنا شفنا وشفتو نتوما خوتي المغاربه، كان كيقولها في اذاعه التلفازه والفيديوهات كيروجو، كيقول الصحراء المغربيه الملك نصره الله واياده، وما خلى ما قال على المغرب بالخير. امه وباه وعائلته مغاربه، ولا علاقه النزاع ديال الصحراء المغربيه. ولد قلميم وادنون مغربي، بعيد ما بعدت السماء على الارض على النزاع الصحراء المغربيه كامله. الراديو الليلي اللي كشفناه وتنبذ اليوم وعرفناه ومنبوذ، عرفنا المواقف ديالو، يعني اللي طلق مرتو كينصب على القصيرات،